ربنا خلقنا صابع ايدينا 5 ليه يا شباب؟ تفتكر ده له علاقه بان معاني اسم الله في العربي 5 معاني؟ طب انت عارف معاني اسم الله؟ طب انا هقول لك اول معنى النهارده. لما بيكون عندنا جبل كبير وقوي ضخم ممكن نقول عليه عظيم. عظيم يعني شيء كبير وقوي في نفس الوقت. الشمس، قرص الشمس اللي بنشوفه في السماء ده قد الارض كم مره؟ 1,300,000 مره. طب السماء اللي فيها الشمس قد ايه؟ يبقى خالق الكون سبحانه وتعالى هو اكبر من كل المخلوقات اللي خلقها، يبقى هو الاعظم سبحانه وتعالى. العظيم يعني القوي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وده اول معنى من معاني اسم الله. انا عايزك بقى تقول لي يا استاذ كريم، بعد ما عرفت ان ربنا هو العظيم الكبير القوي، نظرتك للدنيا هتتغير؟ اكيد. طيب كده ده اول معنى من معاني اسم الله ال5 معاني. هنحطه بقى في الابهام، بس مش الابهام بتاع الايد، ابهام الايه؟ القلب. نبصم بيه في قلوبنا كده ونتعرف على الله، والله هتحبه. مين اكتر حد انت بتحتاج له في الدنيا؟ ابويا طبعا. ابوك، ربنا يبارك فيه. وانت مين اكتر حد بتحتاج له؟ برضه ابوك. اكيد كلنا بنحتاج لبعض، بس في واحد بس في الكون ده كله اللي مش بيحتاج لحد خالص، ربنا سبحانه وتعالى. احسنت. بس في نفس الوقت احنا كلنا محتاجين له. المعنى ده في كلمه في العربي بتوصفه لما يكون حد كل المخلوقات بتحتاج له وهو مش بيحتاج لحد، كلمه الصمد. الله الصمد. وده المعنى الثاني من معاني اسم الله ال5. طيب لما تعرف ان ربنا الصمد اللي كلنا بنحتاج له وهو مش محتاج لحد، هتعمل ايه في احتياجاتك بعد كده؟ اساله طبعا. هتطلب منه، صح؟ طب الحاجه دي لو هتطلبها من حد من الدنيا، ممكن نطلبها الاول من ربنا الصمد وبعدين نطلبها بقى من الموصلات اللي هيوصلها. وده المعنى الثاني من معاني اسم الله. عايزين بقى نشيله فين؟ في السبابه، في القلب برضه. ايه اللي ممكن يخليني احبك؟ اساعدك مثلا. انك تساعدني، انك تعمل لي خدمه، يعني احسان، او ان يكون مثلا انت شكلك جميل، ابتسامتك حلوه. احنا بنحب بعض عشان حاجتين ما لهمش ثالث، بنحب عشان الاحسان او الصفات الحلوه. يعني انا احب الانسان الكريم الشهم القوي، وفي نفس الوقت لو حد كل يوم يقابلني يديني هديه يساعدني يعمل لي حاجه كويسه، اكيد ايه؟ احبه. طب تعالوا نشوف الكلام ده في علاقتنا مع ربنا. بنحب ربنا عشان الحاجتين دول برضو. الاحسان، كل نعمه في حياتنا ايه؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمه فمن الله. والصفات الجميله، ربنا الحليم والعظيم القوي الكريم. فلو هنحب حد عشان الحاجتين دول هنحب الله سبحانه وتعالى. يبقى لما عرفت ان احنا بنحب ربنا عشان الاحسان والنعم، هل ممكن حبك لربنا يختلف؟ يزيد؟ هيزيد طبعا، صح؟ يبقى اكتر. يحبهم ويحبون. ربنا سبحانه وتعالى الودود اللي بيحبنا واحنا نحبه سبحانه وتعالى. بس في شرط للحب ده، مش حبه وخلاص. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، نعمل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده المعنى الثالث من معاني اسم الله ال5. في الوسطى بقى ايه؟ في القلب برضه. احنا ليه مش بنشوف ربنا؟ هو في 7 سما. في 7 سما يعني عالي. عالي ولا اعلى ولا الاعلى؟ الاعلى. الاعلى. ايه الفرق بين اعلى والاعلى؟ الاعلى خالص ده هو الاعلى خالص. انت كده جبتها لي بالبلدي. لما يكون في حاجه عاليه مثلا، يعني نقول النادي ده عالي بس العماره اعلى، لكن الاعلى ده الاعلى خالص، الاعلى على الاطلاق سبحانه وتعالى، فوق السماوات ال7 وفوق العرش العظيم، منفصل عن المخلوقات سبحانه وتعالى. بيقول في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى. قول لي بقى يا أستاذ مصطفى، لما تعرف إن ربنا هو الأعلى، الدنيا نظرتك ليها تبقى عاملة إزاي؟ لازم طبعا الواحد يتقي ربنا. وخلي بالك، مع إننا مش بنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا عشان هو الأعلى، لكن إن شاء الله يجي يوم في الجنة نشوفه كلنا. قول آمين. امين يا رب. ده بقى المعنى الرابع من معاني اسم الله ال5 معاني. بنعدهم على الصابع ونشيلهم بعد كده فين؟ في قلوبنا، ونعيش بيها ونتعرف على الله. والله هتحب. ايه اكتر حاجه انت بتخاف منها في الدنيا؟ الحاجات اللي بتخوفنا كتير: ضلمه، الحوادث، الزلازل. طب ايه اكتر حاجه بتخاف منها في الاخره؟ ربنا. وممكن عذاب القبر، الصراط، ميزان. في حاجات كتير قوي احنا بنخاف منها. مين الوحيد بقى اللي ممكن يطمنا في الدنيا وفي الاخره؟ ربنا سبحانه وتعالى. بيقول في سوره قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وبيقول عن يوم القيامه عن المؤمنين: لا يحزنهم الفزع الاكبر. طول ما انت قريب من ربنا، ربنا يطمنك ويأمنك ويأمن قلبك في الدنيا وفي الآخرة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. قول لي بقى، لما تعرف ان ربنا هو المؤمن، تعمل ايه لما تخاف بعد كده من حاجة؟ طمن بربنا على طول وتذكر ربنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا قلنا ده المعنى الخامس من معاني اسم الله. تفتكر ال5 معاني دول ليهم علاقة ان اسم الله ليه 5 معاني واحنا ادينا لها 5 صوابع؟ لا، احسنت، صحيح مش علاقة، بس احنا ايه؟ هي فرصة ان اسم الله ليه 5 معاني واحنا ادينا فيها 5 صوابع، نحفظ معنى على كل صابع ونحطهم فين في الآخر؟ في القلب، ونتعرف على الله. والله هتحب. هل في علاقة بين المعاني ال5 لكلمة الله وبين الأسباب اللي بنعبد ربنا عشانها؟ المعنى الأول لاسم الله يعني العظيم الكبير القوي، والمعنى الثاني لاسم الله يعني الصمد اللي كل المخلوقات بتحتاج له وهو مش بيحتاج لحد. المعنى الثالث معنى اسم الله الودود اللي بيحب عباده وعباده بيحبوه. والمعنى الرابع الأعلى. والمعنى الخامس المؤمن اللي لما بنخاف بيطمنا وبيأمننا في الدنيا وفي الآخرة. وفي معنى أساسي واحد بيجمع ال5 معاني دول اللي هو المعبود.
المعبود، الله يعني المعبود، عشان كده شهادة التوحيد بنقول ايه؟ لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. المعبود هو المعنى الاساسي لاسم الله والمعنى الجامع لهذه المعاني الخمسة. طب ايه هي العبادة؟ العبادة لما احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى ونتذلل لجلاله، الاثنين دول مع بعض، الحب مع الذل اسمهم العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى الخمس معاني دول لو حطيناهم في قلوبنا أكيد حياتنا هتتغير، صح؟ وأنت كمان إيه اللي اتغير في حياتك؟ شاركنا في التعليقات. إيه أعظم اسم من أسماء الله الحسنى؟ يعني عندنا الله، الرحمن، الرحيم، الملك. إيه أعظم اسم في هذه الأسماء؟ تسمع عن اسم الله الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. أسماء الله الحسنى أعظم اسم فيها اسم الله. ليه اسم الله أعظم اسم؟ لأنه بيجمع كل الأسماء الحسنى. لو أنا قلت لك مين الرحمن الرحيم؟ مين العزيز الحكيم؟ مين الغفور الرحيم؟ كل الأسماء بنسأل عنها كده هي إيه؟ الله. فهو الاسم أو أعظم اسم إنه جمع كل الأسماء. طب هل اسم الله هو برضه اسم الله الأعظم ولا لأ؟ هنا بقى في علماء قالوا اسم الله هو اسم الله الأعظم على الإطلاق، وفي علماء قالوا اسم الله الأعظم موجود في جملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما شاء الله. عشان كده عشان اسم الله هو أعظم اسم في أسماء الله الحسنى وبيجمع كل الأسماء الحسنى، تلاقيه دايما الأذكار باسم الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف بقى إن اسم الله ليه 5 معاني؟ عايز تعرف المعاني دي؟ هتتفرج بقى على ال5 حلقات اللي فاتوا، كل معنى في حلقة واحدة في دقيقة واحدة، وتعرفوا على الله والله هتحبه.